السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه اللي غيكون فيها شرح ديال اولا تصحيح ديال الجهوي ديال الرياضيات بالنسبة للادب. في هذا الفيديو هذه بالضبط غادي نشوفوا كيفاش انك تجيب 6 ديال النقط بطريقه اللي سهله ومبسطه. الى مازال ما شفتيش الشرح المفصل ديال هاد لابارتي هذه اللي غنشوفوا فيها 6 ديال النقاط والشرح ديال الدرس بالامثله، غادي نحط لكم اللين في لا ديسكريبسيون وتقدروا تشوفوا يعني الشرح الشامل، ولكن تقدروا انكم كذلك تستافدوا من هذا التمرين هذا. دونك نبداو. عندنا اول سؤال اش كيقول. اول سؤال قال لنا حل في ار كاري النظمه التاليه. دونك اول حاجه نكتبوا لدينا اولا قلنا يعني اكس ايغريك كينتميو لار كاري. دونك كيفاش غنحلوا هاد النظمه هذه؟ شفنا في الفيديو اللي قبل اللي شرحت فيه لي ديتاي كيفاش اننا نقدروا عن طريق اننا نحسبوا ديتيرمينون. سينو غنقدروا اننا نحلوا بطريقه اللي عاديه اننا كنخدموهم كمعادلات. دونك كنحطوا عادي هاد لابارتي هذه ديالنا، ومن بعد غادي نقدر انني نجبد يا اكس يا ايغريك ونعوضوا في المعادله الثانيه. دونك هنا كنلاحظ بلي راه عندي ساهل انني نجبد اكس اولا ايغريك بدلاله الاخر. دونك هنا عندي اكس زائد ايغريك ايكال زيرو، وبالتالي الا جبت ايغريك للجهه الاخرى غادي تولي ايكال ناقص ايغريك. وبالتالي هنا تسهل عندي الخدمه انه هاد اكس هادي اولا هاد اكس عرفتها بلي راه هي ناقص ايغريك. دونك فاش غنعوض غيولي عندي هنايا يعني غيولي عندي واحد المجهول، وبالتالي يكون سهل عليا انني نلقى ايغريك، وبالتالي الا لقيت ايغريك راه هي ناقص اكس. مزيان. دونك نعوض هنا اكس بناقص ايغريك. دونك جوج اكس غنعوضها بالناقص ايغريك، وغنخلي ناقص 3 ايغريك ايكال 10. هادشي كاملو ايكيفالون شنو؟ غادي نخلي الفوق ناقص ايغريك، وهنا غادي تولي ناقص 2 ايغريك ناقص 3 ايغريك كتساوي 10. هادشي ايكيفالون شنو؟ ايكيفالون انه اكس ايكال موان ايغريك، و هنا ناقص 2 ايغريك ناقص 3 ايغريك هي ناقص 5 ايغريك ايكال 10. تري بيان. دونك هنا ايكيفالون شنو؟ غادي نخدم هذه اللي لتحت هي الاولى. دونك y ايكال 10 sur موان 5 هنا بالنسبه للمعادلات. دونك y ايكال هي غادي تكون هنا ايكيفالون ان y ايكال موان 10 sur 5، و موان 10 sur 5 راه هي موان 2. دونك اوتوماتيكمون y هي موان 2، وبالتالي x حنا عارفين بلي x هي موان y، غنعوضوا y بجوج بناقص جوج عفوا، ومع ناقص هي جوج. وبالتالي هادو هما يعني هذا هو الحل ديال النظمه ديالي. وكيفاش غادي نكتب لا سوليوشن؟ لا سوليوشن في الاخير غادي نكتبها بهذه الطريقه هذه، ان المجموعه اس اولا لونسومبل ديال لي سوليوشن كيساوي ليا، بما انه عندنا هنايا نظمه كنكتبوا لا سوليوشن بهذه الطريقه هذه، وكندير لو كوبل اللي لقيت. نرجعوا. دونك لقينا في اكس جوج و y ناقص جوج. دونك بحال هكا اكس جوج و y هي ناقص جوج. دونك هذه هي اكس وهذه هي y. تري بيان. وكنكتبها بهذه الطريقه هذه مجموعه الحلول اللي هي اس. دونك هذه بالنسبه للسؤال الاول. نشوفوا دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني هنا قال لي بين، يعني لو فيت اللي يقول لي بين هذا راه افونتاج كبير، انه كيعطيني بعدا لا سوليوشن باش اوكا او غلطت ولا شي حاجه راه كنرجع وكنقول راني غلطت. دونك مزيان. قال لي هاد المعادله هذه نبين باللي دلتا هي 9. يلا نبينو ان دلتا هي 9. دونك بالنسبه للسؤال الثاني مزيان. المعادله هي 2x au carré 2x au carré plus x moins 1 égale 0. très bien. دونك كيفاش غنحسب دلتا؟ حنا عارفين بلي راه فاش كتكون عندي ندير واحد التذكير، حنا عارفين بلي راه كتكون عندي واحد المعادله كتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c égale 0. هنا دلتا كيكون هاد بي هذا اللي هنا اللي لاصق في اكس كندير ليه او كاري، وكندير ناقص 4
فوا هذا اللي لاصق في اكس وكاري اللي هو اكس فوا عفوا ا فوا هذا بقى بوحدو اللي هو سي. تري بيان. دلتا ايغال بي كاري موان 4 ا سي. بنفس الطريقه اجي نطبقوا هاد الحاجه هادي على هاد المعادله ديالنا. دونك عندنا جوج في هاد الحاله هي ا، اولا بلاش نعاودو نكتبوها بطريقه مزيانه. دونك نخليوها جي. تري بيان. شنو كنلاحظوا في هاد الحاله عندنا ا اللي لاصقه في اكس وكاري هي جوج في هاد الحاله، و بي هي ما لاصق والو، وبالتالي كاينه واحد هنايا. تري بيان. والسي هنايا هي ناقص واحد كاملها كيف ما شرحت لكم في الفيديو الاخرى كناخذوها بالاشاره ديالها. دونك اجي نطبقوا هاد الدلتا هادي، نديرو دلتا ايغال قلنا بي او كاري. بي هنايا هي واحد، دونك واحد او كاري ناقص 4. هاد 4 ديما كاينه. اشنا هي ا هي جوج، هي فوا جوج. وشنا هي سي هي ناقص واحد، دونك فوا ناقص واحد. دونك ايغال 1 او كاري هي 1 موان 4 في جوج هي 8 فوا موان 1. كنخليو موان 1. وحنا عارفين بلي موان 1 فوا الموان هي بلوس، دونك دلتا كتولي عندي هي 1 موان 1 مع موان الاخرى هي بلوس 8، وغادي تولي دلتا هي 9. وهكذا غنكونو بينا بلي دلتا ايغال 9. تري بيان. دونك هنا مزيان. ندوزو نشوفو لا كيسيون الاخرى. لا كيسيون الاخرى كتقول لنا حل في اغ هاد المعادله هادي، يعني ارى ليا نحل هاد المعادله. وكيف ما شفنا احنا غادي نحلو المعادله. اول حاجه كنشوفوها الا بغينا نحلو هاد المعادله هادي هي نشوفو دلتا. دونك قلنا او لدينا دلتا يساوي 9. مزيان. دلتا هنايا كيفاش داير؟ شفنا الحالات ديال انه دلتا يكون ايكال زيرو، دلتا يكون كبر من الصفر قطعا، ودلتا يكون نيجاتيف. وقلنا هنا بلي هنا كيكون عندنا واحد حل واحد. هنا كيكون عندنا جوج ديال الحلول، وهنا ما كيكون عندنا حتى حل. تري بيان. دونك حنا في اش من حاله عندنا دلتا ايكال 9، 9 راه كبر من الصفر، وبالتالي يكون عندنا جوج ديال الحلول. اجيو نلقاو هاد الحلول هادو. مزيان. نقسمو السبوره ديالنا. مزيان. دونك مزيان. اجي نلقاو هاد الحلول. دونك عندنا نعاودو نكتبو المعادله ديالنا 2x au carré plus x moins 1 égale à 0 avec delta égale à 9. مزيان. شنو قلنا انه في هاد الحاله هادي كيكونوا عندنا جوج ديال الحلول x1 و x2. x1 ديما كيساوي هو ناقص b زائد جذر هاد الدلتا هادي اللي لقينا على 2a، والاخرى كتكتب بحالها على 2a، وكتكون عندنا كذلك غاسين دو دلتا ولكن موان في بلاصه لو بلس. سي بون. وقلنا بلي راه هادي هي a، وهذا الشيء اللي لصقنا اللي هو واحد هو بي، وهذه هي سي. دونك بهذه الطريقه هذه البسيطه غادي نلقاو x1 و x2. دونك عندنا x1 ايكال ناقص بي اللي هي ناقص واحد زائد شنو هي جذر دلتا هنا؟ دلتا هو 9، جذر دلتا هو 3، حيت 3 في 3 هي 9. وتقدروا تحسبوها بلا كالكولاتريس الا كانت مسموح بها. زائد 3 على جوج فوا اللي هي جوج فوا جوج اللي هي 4، حيت عندنا هنايا هي جوج فوا جوج اللي هي 4 كتساوي هنا 3 ناقص واحد هي جوج على 4 اللي كتساوي ليا 1 على 2. x2 كيساوي ناقص واحد، ناقص هاد المرة حيت هنا عندي بلس، وفي الثاني كيكون عندي ناقص جذر دلتا اللي هي 3 على كذلك 4 جوج في جوج كتساوي ناقص 3 ناقص واحد هي ناقص 4 على 4 اللي كتساوي 4 كتمشي مع 4 وكتبقى ناقص واحد. دونك هادو هما الحلول ديال المعادله اللي عندنا. وبهذه الطريقه هذه نقدر انني نكتب مجموعه الحلول ديالي اللي هي اس كتساوي كذلك بنفس الطريقه كنديروا المعقوفات ديالنا وكنديروا الصغير هو الاول هنايا وكنتبعوا الكبير. سي بون. دونك هنا الصغير هو ناقص واحد بطبيعه الحال، وواحد على جوج راه كبيره. وبهذه الطريقه هذه غنكون جاوبت على هاد لا كيستيون هذه بسهوله. ندوزو للسؤال الاخر. اش كيقول؟ قال لك حل في اغ المتراجحه. لاحظوا معايا قال لك المتراجحه تكون اللي هي 2x او كاري بلس x موان 1 اصغر من او يساوي عفوا صفر. تري بيان. دونك لاحظوا معايا واحد القضيه انه هادي راها هي نفسها هادي،
وبالتالي علاش داروا نفسها؟ باش انهم يقولوا لنا راه هاد المعادله هذه اللي حليتي هنايا راه هي اللي غتعاونك باش تحل هاد المتراجحه هذه، يعني ما تحتاجش تعاود داكشي ا زيرو، اوتوماتيكمون دغيا غادي نمشيو وغادي نستعملوا دوك الحلول باش نحلوا هاد المتراجح مزيان. دونك اجيو نعاودو نكتبو هنايا بهاد الطريقه هذه، نعاودو نكتبو عندنا هنايا المتراجحه اللي بغينا، زائد إكس ناقص واحد أصغر من أو يساوي الصفر. أشنو لقينا قبيلة بالنسبة للمعادلة ديالنا؟ بلس إكس موان زان إيكالا زيرو، لقينا بلي دلتا إيكالا نوف، ولقينا جوج ديال الحلول اللي هو إكس أن إيكالا موان زان و إكس دو إيكالا أن دومي. نحتفظو بهاد الحلول. هاش غنديرو دابا؟ غادي نمشيو غادي نرسمو الطابلو ديالنا كيف ما شرحت لكم في لا فيديو بالتفصيل. غادي نمشيو نرسمو الطابلو ديالنا فوالا، اللي غادي يكون كلشي واضح فيه. هنا اكس، هنا موان لانفيني، هنا بلس لانفيني، وهنا تكون مكتوبه عندي المعادله ديالي 2x او كاري بلس اكس موان زان ايكالا زيرو. هاد المعادله هادي عندها جوج ديال الحلول. شنو هما هاد الحلول؟ كنكتبو الصغير هو الاول وكنكتبو الكبير، ومن بعد كنديرو بحال هكا الزيرو انها كتنعدم لينا هاد المعادله هادي، راه كتنعدم هنايا او لا عفوا يعني فوالا يعني كتحل هنايا. اي دونك شنو غندير؟ غادي ندير هنايا الاشاره ديال هنا اشاره ا، وهنا اشاره ا، وهنا عكس اشاره ا. سي بون. دونك الاشاره ديال ا هنايا ا هو جوج، وجوج حنا عارفينه بلي راه بوزيتيف. دونك داكشي باش كنديرو هنايا الاشاره ديال ا اللي هي بلس، والاشاره ديال ا اللي هي بلس، والوسط كنديرو العكس ديالها. دونك مثلا كون كانت عندي هنا ناقص 4 مثلا اكس كاري، هنا ناقص 4 راه نيجاتيف، يعني غادي ندير هنا موان وهنا بلس وهنا موان. سي بون. وهنا اللي كتبقى ليا هي الملاحظه فقط. كنلاحظ بلي امتى كيكون عندي الموان، انا شنو علاش كنقلب عندي هنا اصغر من او يساوي، اصغر من او يساوي. اصغر من هي الاولى، حنا عارفين بلي اصغر هي الموان، اذا غنجي فين كاين الموان. لاحظوا معايا هنايا الانترفال عندي من موان زان لان دومي، يعني موان زان جوسكا ان دومي. كتبقى ليا اخر مرحله دابا هي نعرف واش نسد الاقواس بحال هكا اولا نحلهم بحال هكا، اولا مثلا تحل من جهه وتسد من جهه، اولا الى اخره الى اخره. سي بون. دونك هنا شنو قال لي؟ ها هو الحل، قال لي او يساوي. كون كتب لي غير اصغر صفر وما كايناش يساوي، غادي نحل يعني المعقوفات بهذه الطريقه هذه. ولكن بويس قال لي او يساوي، وبالتالي غندخل حتى هاد الحلول هادو. سي بون. دونك غادي ندخل هاد موازا وغندخل هاد ان دومي، وهذا هو الحل ديالي. دونك اس، هذا هو اس. مجموعة الحلول هي اس، هاد الانترفال من موازا لان دومي، تما فين كتحل ليا هاد المتراجحة هادي. هنا غادي يبقى ليا السؤال الاخر باش انني نضمن 6 ديال النقط ديالي بسهولة تامة. ثمن قطعة ارضية، باش نخلي الاسباس هنايا باش نحل. دونك اوكي تري بيان. فوالا، عندي هنا السؤال الثالث. شنو كيقول السؤال الثالث؟ قال لك ثمن قطعة أرضية 180 ألف درهم، بعد سنة ارتفع ثمن هذه القطعة الأرضية بنسبة 30%، احسب الثمن الجديد لهذه القطعة الأرضية. مزيان. دونك قال لك اسيدي عندنا واحد القطعة أرضية بحال هكا، خاصنا نتخطيو هاد المسائل هادو، راه تكون واحد المسألة اللي بسيطة بزاف، يعني خاص غير تخدم شوية ديال اللوجيك راه تقدر انك تحلها بطريقة سهلة. دونك عندنا داير 180 ألف درهم هاد القطعة الأرضية. شنو وقع؟ دازت عام، انو داز عام، اولا نكتبو حنا سنة دازت. هاد القطعة الأرضية هادي قال لك اسيدي هاد القطعة هادي الثمن ديالها ارتفع الثمن ديالها، يعني كيعطيوك أمثلة من الواقع ب30%، وحسب الثمن الجديد. فتخيل معايا دابا انا كنقول لك مثلا نعطيك واحد المثال اللي نفسه وتقدر انك تجاوب عليه بسهوله. مثلا نقول لك راه واحد التيشيرت لقيتو داير مثلا 100 درهم، قلت لك دزت عند المحل البارح، جيت اليوم لقيت زايد فيه النص. اشنو هي النص؟ هي 50% مثلا. ففي نظرك كيفاش غتفكرها؟ اوتوماتيكمون تقول لي 100 درهم زائد النص ديال 100 درهم اللي هي 150 درهم. ولكن هنا اش من تريتمون درنا بالحساب اللي نستعملوه حتى في اي مساله ديالنا بهذه الطريقه هذه. دونك شنو درت 100 درهم زائد شنو قلت
قلت زايد فيه النص، دونك زايد فيه النص ديالها جي 100 درهم، دونك زائد هاديك 100 درهم بالضبط، ولكن في شنو؟ في النص ديالها. شنو هي النص؟ هي ان دومي اللي هي 50%. سي بون، حيتاش 50% هي 50 على 100، عفوا يعني 50 على 100 اللي هي فاش غتمشي هادي مع هادي تولي 5 على 10 اللي هي ان دومي اللي هي النص. سي بون، دونك هذه هي الطريقه باش اننا كنفكروا. نفس الحاجه اجي نطبقوها هنايا. دونك اجي نطبقوها هنايا. قلنا ان الثمن الاصلي راه كان هو عفوا دونك قلنا الثمن الاصلي كان هو 1800 درهم، 180 الف درهم. هاد 180 الف درهم قالك تزدت عليها 30%، دونك هاد تزدت عليها 180 الف ولكن غير 30% منها، دونك غنضربها في 30%. سي بون. وبهذه الطريقه هذه غندير ايغال وغنحسب، يعني غادي نحسب مباشره. سينو نقدر نعمل هنايا، دونك بلا ما نعقد هنايا الحساب مباشره غادي نقلب على يعني لا فالور اللي هي بعد الحساب غتعطيني 234 ألف درهم. وبهاد الطريقة هذه البسيطة غنكون جاوبت على لا كيسيون ديالي، وغنكون ضمنت في مدة قصيرة يعني بسهولة 6 ديال النقاط في الامتحان ديالي. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. الا عندكم اي كيسيون راه كنجاوب على كاع الاسئله وكاع على كاع لي كومونتير. يعني تقدروا انكم تصيفطوا ليا في يوتيوب، تصيفطوا ليا في فيسبوك اولا في الانستغرام، وان شاء الله ما يكون الخير. بون كوراج، الله ييسر الامور.